طب ايه اللي مضايقك بس؟ مضايقني بصراحه اللي مضايقني ان كل الاعلام والاعلاميين والصحفيين والمواقع كل ده بيجاملوا الاهلي لدرجه اللعيبه بتاعت الزمالك بياخدوا واحد خد الاول كهربا عملوا له كوبري ده الدنمارك واخد بالك. وبعد كده ايه اتلموا على امام عاشور. طبعا الرز البسمتي هو اللي عامل كده. اللعيب بيزغلل عينه، اللعيب بيزغلل عينه. الراجل احنا عندنا ما عندناش فلوس، النادي بقى فقير، والتانيين بقى ايه معاهم بالمليارات. شكاير الرز البسمتي هي اللي عامل رموز الزمالك السابقين، حسن شحاته وفاروق جعفر والناس دي ضد المستشار مرتضى منصور. احمد سليمان المرشح كان من الناس مع المستشار في الانتخابات اللي فاتت بيحاربوا اللعيب كله. اللعيب اللي اسمه مهيب ده بتاعت اللعيب بيحاربوا كل اللعيبه بتاعت زمان، بتاعت الزمالك بتحارب المستشار. بيطلعوا في الاعلام يهللوا ويقول لك بيدمروا النادي. مالكش دعوه بالمستشار. الاشخاص زائلون ويبقى كيان نادي الزمالك. كيان نادي الزمالك هو اللي يبقى. عمرو اديب زملكاوي بيحارب الزمالك عشان مين؟ عشان الخصومه اللي بينه وبين مرتضى منصور. طب بص يا عم الحاج، هل موضوع امام عاشور ضايقك كراجل زملكاوي؟ ضايقني، هيتبسم علينا. ثاني بس واقف قدام المستشار هنا وقعد يقول ويمسك المناديل ويقول الله. راح المستشار ضحك على المستشار، ضحك عليه وراح عامل كوبري وراح مريح الاهلي. يعني انت بتمثل علينا يا عم ايمان. يا حاج ده بيشتغل على اي حد. والله انا عندي القلب، والله ربنا يعلم بيا. ومؤمن زكريا وكهربا بقى يعمل ايه؟ بيعمل ايه كهربا يجيب جول. جاب امبارح جاب اوفسايد بايده يعمل زي بص ب 60 ده الزمالك. ايه ده؟ المناظر القذره دي. ايه ده؟ هل ده مكايده؟ مكايد. ايوه كلهم بيكايدوا. بيلفوا بقى دلوقتي على مين؟ على فتوح وديزو. بس احنا بايعين. طب رسالتك لفتوح وديزو عم الحاج؟ عشان زملكاوي الرز البسماتي عم الحاج بيزغلل العين. واشرف الرز البسماتي بيزغلل العين.